السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء بكم اليوم وفي حكاية جديدة وعبرة جديدة. هاد المرة العبرة غير سبحان الله. بعض المرات حنا كنشوفو شي واحد ولا شي وحدة غا من المظهر ديالها كتبقاي تقولي هادي فايلة ديال كما تيقولوا المغاربة ولاد الحرم ولا بنات الحرم فعيلهم مقطرين، لدرجة ان سبحان الله كيبان لك ما فيهم خير كلهم شر، خاصة الا كان شي واحد افعاله معروفة وعنده عنده المعاصي بالجهر، يا اما كيكون تيزني معروف بالزنا ولا معروف بالخمر والفجور. المهم هذه قصتنا كتدور على هذا النوع هذا. الانسان ديما ما يتسرعش في الحكم على الناس، والسريره يخليها لله سبحانه وتعالى. الا قدرتي تنصح تنصح، لقيتي ما تغير غير وبالتي هي احسن. اما بين الداخل ديال الانسان مش علم به الا الله سبحانه وتعالى، حيت الله ارحم الراحمين. كيكون بعض المرات عمل بسيط يقدر يشفع على داك السيد ولا ديك السيده وانت واخد عليه واحد النظره ما الله به عليم، وربي قادر يغير من حال لحال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال: يمسي مؤمن ويصبح كافر، يصبح كافر ويمسي مؤمنا. يعني ما بين غير الصباح وفي الليل يقدر ولا من اليوم لغدا يقدر يتغير حال الانسان من الايمان ولا الاسلام للكفر، من الكفر للاسلام. الانسان ديما يسال الله العفو والعافيه ويسال الله الثبات ديما. هذا انسان يشوف شي ابتلاء في شي واحد يقول دعاء الابتلاء الله يعافينا، الله يعافينا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. واحد السيد هو كيقول لك انا فاجر مع الله، معترف عارف نفسه شنو كيدير. كيقول لك انا فاجر مع الله، ما خلى زنا، ما خلى مسكرات، ما خلى عقوق، ما خلى معاصي الا ودارها. يعني داك النوع اللي دوز المعاصي انواع واشكال وغادي هيم فيه الله يعافينا، تالفه به الدنيا واخذه الدنيا بالمتاهات ديالها، الله يردنا اليه ردا جميلا. واحد النهار كان غادي في الطريق ويبان ليه واحد الوليد، وداك الولد باين عليه شدة الفقر وموسخ ومكرفس، باين عليه شدة الجوع. المهم حالته حالة مسكين. منين شافوا هذاك السيد اللي كيقول لك انا فاجر مع الله، بقى فيه حس بواحد الاحساس في الشكل، حن عليه من المظهر ديالو، بقى فيه بان ليه الولد مسكين واصله فيه فين بغات. مشى لعنده ويقول ليه: اولدي انت ولد من؟ قال لي انا ما ولد حد، امي وبا ميتين، انا يتيم ما عندي حتى حد. هو يديه وكلو شربو نقاه غسل ليه دا الحلاق حسن ليه. الولد تبدل 180 درجه من شده الفقر والجوع والتبهديله، الشبعه، الحسن المظهر، للراحه، من الحزن الكآبه والاهمال. يعني تعتمد فيه هو حزين ووحيد لانه يحس بان كاين شي حد يهتم به، ربي سخر له واحد في طريقه. وشكون سخر له؟ شو سبحانك يا جليل، غادي يسخر له الله عز وجل واحد تيقول لك انا فاجر مع الله، وبينه وبين نفسه قال سبحان الله، قال يا ربي اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم. سبحان الله، هذا العمل اللي دار مع هذا اليتيم بغاه يكون خالص لله صافي. سبحان الله، صافي. مشى الوالد، مشى السيد في حاله لدارو اللي قال انا فاجر مع الله، مشى لبيته هذاك النهار او في هذيك الليله اللي نعس فيها. يقدر الله عز وجل انه غادي يشوف رؤيا، ورؤيا شنو فيها؟ ان يوم القيامه قامت، سبحان الله العظيم، يوم الحشر، وغادي يتعرض على الله عز وجل في الحساب. وهو تيقول انا ما داير حتى شي حاجه مع الله، انا فاجر مع الله. والملائكه ديال العذاب كيسحبوهم من رجليه باش يديوه لجهنم، وكيسمع صوت كيقول ديو فلان للنار غادي يتعذب، والملائكه كتسحبو من رجليه. وشنو غادي يبان؟ هو في ديك الخلعه وداك الخوف وخايف انه ما دير حتى شي حاجه ماشي عمل صالح. غادي يبان ليه الولد هذاك اليتيم يحول بينه وبين الملائكه، سبحان الله، باغي يمنعهم. كيقولوا ليه فين، كيقول لهم فين دين هذا الراجل. كيقولوا ليه غادي الله سبحانه وتعالى امرنا باش انه يمشي يتعاقب، غادي يمشي للنار. هو يقول لهم لا ما يمشيش،
ما خلاهمش، لا ما يمشيش، ما بغاش يمشي، راه زعما دار معايا كيقول لهم زعما التصرف اللي دار معاه مزيان، داك العمل الطيب اللي دار معاه. قال لهم انا بغيت هو يسالوا الله عز وجل، قال لي علاش ما خليتيش فلان زعما يمشي للعقاب، علاش حلتي بينك وبينه، والله اعلى واعلم بكل شيء. هو يقول للولد يا ربي شفع، راه دار معايا اعمال مزيانه، يا ربي شفعني فيه. الله سبحانه وتعالى قال لي قبلت الشفاعه ديالك عليه، الشفاعه ديالك فيه، سبحان الله، ربي يقبل ديك الشفاعه من داك الطفل اليتيم. هو يامر الملائكه يقول لهم دخلوه للجنه، وفين؟ ماشي في اي جنه، سبحان الله، دخلوا الجنة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك. شفتوا الاعمال اللي كنت نقول لكم شنو كيدير، وهو كيعترف نفسه تصرفاته وعارف شو السميه اللي مسمي على راسه، ولكن كرم الله واسع ارحم الراحمين. كانت هذه الرؤيه هي سبب ديال التوبه ديالو الله سبحانه وتعالى ورجوعه اليه، جا سبب يكون يتيم في طريقه ويوقع هادشي كامل. سبحان الملك. وتجي هذه الرؤيه باش تفيقه وتخليه يرجع لحياه جديده وبدايه جديده مع الله سبحانه وتعالى. انسان مع عمره يحقر من المعروف شيئا ولو انه يصدق بشق ثمره واخا نصف ثمره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما عمر الواحد يحقر شي حاجه من المعروف واخا تكون شي حاجه بسيطه، ربي تيبارك فيها، ربي ينمي الصدقه. هذا يقين في الله عز وجل، واخا تكون غير شي حاجه بسيطه، غير انسان يدير يقين في الله سبحانه وتعالى ويكون داك العمل خالص لوجه الله الكريم. ما انا باغي ندير هذه لفلان ولا لفلانه ولا علانه ولا باش نبان ولا لا، انا غادير ديك الحاجه لله سبحانه وتعالى، خالصه لله عز وجل. يا سبحان الله، كرم الله ورحمة الله عز وجل، الله أرحم الراحمين. كيفاش رحم هذا الفاجر، كيفاش رحمه بهذا العمل الصالح اللي دار. سبحان الله. ديما إنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإحسان الظن بالله ماشي معناتها أن الإنسان يتمادى في الذنوب والمعاصي، ولكن كتكون عندك واحد الثقة واحد اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه يغير حالك لأفضل حال، وأن الله أرحم الراحمين وغفور، يغفر الذنب يغفر الذنوب سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها وجلها، ما علمت منها وما لم أعلم، سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليه كما أحصى، لا نحصي ثناء عليه إلا كما أحصى على نفسه. وهذه هي الحكاية ديالنا اليوم، نترجم تكونوا خديتوا منها العبرة والعظة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومرحبا بكم في القناة باش تستافدوا، مرحبا بكم، وشاركونا بالدعم ديالكم، بالاشتراك، باللايك، بالتعاليق الطيبة، والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والدال على الخير كفاعله.